ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل حاجة حلوة سهلة ولذيذة واقتصادية فعلا جدا جدا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. ويلا نبدأ. في حلة على النار حطيت 4 معالق زبدة، ولما ساحوا حطيت عليهم 4 معالق دقيق وقلبتهم كويس مع الزبدة. وبعد كده ضفت لهم 3 كوبايات لبن، بس اللبن يكون بارد وتضيفيه على 3 مرات. هتضيفي بقى وتقلبي كده والنار تكون هادية علشان القوام بتاع البشاميل يطلع معاكي كريمي، ما يبقاش فيه أي حاجة متكتلة. ده بشاميل عادي زي البشاميل اللي احنا متعودين عليه بس بالسكر. حطيت نص كوباية سكر ودوبتها كويس في البشاميل، وبعدين ضفت لها نص معلقة صغيرة فانيليا وقلبت ونزلت. جبت بقى طبق بايركس حطيت فيه البشاميل ده، حطيت الكمية كلها فيه. انتي ممكن تحطي في اطباق صغيرة او ممكن تحطي في كاسات، اللي يعجبك. حطيت بقى كده وسبته يبرد شوية، وبعدين جبت 50 ملي كريمة خفق سخنتها كويس وحطيت فيها 100 جرام شوكليت ودوبتهم مع بعض كده علشان نحط بقى الطبقة التانية فوق البشاميل المسكر اللي عملناه ده. حطيت بقى الشوكليت كده لما ساحت فوق البشاميل. البشاميل اهو تماسك بقى وبقى ليه، يعني تقدري تحطي فوقيه كده. حطيت بقى الشوكليت كده، وبعدين بدأت أزين الوش كده بأي حاجة تديله بس يعني شكل جميل كده وتفتح اللون شوية الدارك ده بتاع الشوكليت. فحطيت شوكولاتة فارماسيل وحطيت توت كده بتاع تزيين. وانتي ممكن بقى تغيري التزيين ده براحتك، ده دايما ايه بتاعك انتي. يعني ممكن مثلا تحطي بسكوت كده تكسريه وتحطيه، او فول سوداني، او جوز هند، او تبشري شوكولاتة. يعني بديكي يعني افكار كده، وانتي حطي اللي يعجبك او اللي موجود عندك. حطيت بقى التوت المسكر ده بتاع التزيين يدي شكل حلو كده، والشوكولاتة الذهبي دي. وحطيتها في التلاجة 3 ساعات تتقدم بقى ساقعة وجميلة قوي. والميكس ما بين البشاميل المسكر والشوكليت لذيذ جدا، هيعجبك جدا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وبألف هنا، وباي باي.